بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في السعادة متهنيين ومعانا مبسوطين. اللهم امين. يجعلوا عيد سعيد علينا وعليكم جميعا يا رب. البودفروم من الحاجات الحلوة اللي بنحب نعملها في العيد، بس يعني مش لازم في العيد بس، ممكن نعمله في اي وقت يعني. النهارده بقى طريقة خفيفة بسيطة لذيذة سهلة. كلنا ان شاء الله نعرف نعملها، حاجة خفيفة كده وطعمة وعلى قد اللي في البيت عملنا. يعني في التشكيل وكده، يعني ما تكلفناش كتير. عندنا شوية جوز الهند موجودين، عندنا شوية شوكولاتة موجودين. ما كلفناش نفسنا خالص. بس الطعم بقى ما اقولكوش عليه، الطعم خطير 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 خطير. والله مش بكدب عليكم. احنا في ايام مفترجة. اسفة يعني في الكلام، ان انا مش لساني مش قد كده في الكلام، يعني عشان ببقى محرجة. دي شوكولاتة كانت موجودة عندنا، سيحناها وحطينا عليها معلقة زبدة. مش سيحناها بقى، عملنا لها حمام ميه، تمام. وحطينا عليها معلقه زبده ورصيناهم كده في حاجه عاديه خالص، بتبدا انها تنشف. وبعد ما بتنشف بقى خديها ورصيها في المكان اللي انت عاوزه تعملي فيه. انتظروا لاخر الفيديو عشان العجينه والمكونات بتاعه العجينه في اخر الفيديو. والسوا كمان والتسويه. ديت جوز الهند اللي بقولكوا عليها اهيت. نغمسها كده او نحط لها كده اهوت. والله جميل جميل جميل. هو موجود بقى دلوقتي، لسه عاملاه حالا. فتفضلوا عندنا. والله دقت واحنا بنعمله البسكوتة بس بتاعته، اللي هي بس كده من غير شوكولاتة من غير اي حاجة. طعمها خرافي، طعمها في حتة تانية خالص. طعمها جميل جدا. الاشتراك واللايك بعد اذنكم والدعم بتاعكم، وعاوزة لايكات 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 لايكات. وعاوزة تعليقات تعليقات تعليقات. انا هشوفكم تبعتولي كام تعليق بقى. عاوزين نعمل سبق في التعليقات، كل واحدة منكم تشوف الفيديو دوت تبعتلي تقولي هي منين، ويقولي عجبها الطريقة ولا ما عجبتهاش. اي حد منكم ان شاء الله يخش معايا ويوريني. دي التشكيل، انا بوريكم التشكيل في الاول، بس الطريقة العجينة في اخر الفيديو. ده عجين ما استواش، ده لسه هيخش الفرن على فكرة. الصواني دي مدهونة. آه، يعني نسبة خفيفة جدا 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 جدا، ما تذكرش من السمنة. جدا حاجة خفيفة، انه هو اصلا مش محتاج، بس يعني ايه، يعني تجنبا لأي حاجة. دي التقطيعات والتشكيلات بتاعتنا بتاعت العجينة. ونقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونخش على المقادير. عندنا بيضتين 2، وعندنا سكر كيلو ربع سكر، وعندنا كيلو إلا 100 جرام زبدة، وعندنا فانيليا. هي دي المكونات بتاعتنا النهاردة. هنحط فانيليا على البيضتين بس. الازازه ما كفتش، كان فيها شويه صغيرين، فكملنا في كيس كمان فانيليا. حطيته عليها وقلبتهم كويس جدا 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 جدا، زي ما انتم ما شايفين كده. بس البيض ما تخافوش منه، ما بيعملش طعم خالص خالص في قلب البوديفور. اديتها لفه خفيفه كده الزبده، وقمت حاطه عليها السكر في الكبه. وبعدين كبيتها في طبق، وبدات ان انا اعجن فيها كويس برضو. دي بعد ما طلعناها. اسفه بقى يعني ان هو كان بايدي وكده، بس حضراتكم يعني اللي عاوزه تعمل بقى في مضرب ماشي، اللي عاوزه تعمل في عجان ماشي، اللي عاوزه تلبس جواند ماشي. يعني هي دي المقادير والطريقه، وحضراتكم اعملوا نفسكم فيه. يعني حضراتكم كل واحده اللي نفسها فيه، بس انا ما بعمل بايدي بحس بالحاجه اكتر، فبتبقي عارفه تظبطيها اكتر. نبدا بقى احنا نحط الدقيق شويه بشويه. على فكره كان عندنا كيلو دقيق، كيلو دقيق. دي بنتي كانت بتحط لي الدقيق فبوظت ايديا، عفوا على المنظر يعني. اسفه على المنظر، كنت بحاول اخبط ايدي من الدقيق بس هو طبع عليها. فيديو هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف. خش على صندوق الوصف هتلاقي كل المقادير وكل حاجه فيه. ده كيلو دقيق زي ما قلت لكم. وادي العجينه هي كده بقت كويسه. بس هناخد منها جزء في طبق تاني عشان نضيف عليه الكاكاو، ونحط عليه كمان شويه زيت او زبده. دول معلقتين كاكاو وشوية من الزيت. عاوزة تحطي زبدة كمان حطي، بس يعني زبدة كتير معانا النهاردة فهنحط معلقتين زيت. عايزة التعليقات على قد ما تقدروا، تعليقات ولايكات.
عاوزاكم تاخدوا ثواب بقى لما تقولوا بس. ان شاء الله اللي هيعمل لي تعليقات ويبعت لي ويعمل لي لايك كبير كده، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ربنا يفتح عليه باب سعد جديد ان شاء الله باذن الله. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.